كنت قاعد كده لوحدي بفكر في الفيديو الجديد اللي هعمله يا شباب، ففكرت كده شويتين تلاتة، قلت ان انا ما اتكلمتش عن قصص العاب خالص وعمري ما اتكلمت فيها عامة يعني. فانا قررت النهارده ان انا اتكلم في قصة لعبة جود اوف وور. وعلشان قبل ما نبدأ بس اقول لكم على حاجة، اللعبة فيها كفر عامة، يعني كفر بطريقة غبية. تمام، فعايزكم قبل ما تبدأوا بس تعرفوا ان اللعبة دي مفيش حاجة منها واقعية خالص، يعني هي مجرد لعبة ملهاش اي لازمة. تمام، ما تخليهاش تأثر على افكاركم ايا كانت الافكار ايه، ما تخليهاش تأثر فيكم، لان هي في الاول وفي الاخر لعبة. ويلا بقى نبدأ في بداية القصة بتاعتنا. في قديم الزمان، قبل ما يبقى كريتوس الحاكم اللي الناس كلها بتخاف منه، كان مجرد راجل عادي بس قلبه نار، واسمه بيرعب اعداء في أرض المعركة، وكان اسمه كريتوس المحارب الإسبرطي. كريتوس اتولد واتربى في سبارتا، المدينة اللي بتحب القوة وبتعبد الحروب. من وهو صغير كانوا شايفين في حاجة مختلفة، عينه مليانة غضب ودايما بيجري ناحية الخطر، مش بيهرب منه زي بقية الأطفال. وعدى الزمن وكبر كريتوس وبقى واحد من أقوى قادة الجيش الإسبرطي، ومفيش معركة خسرها ومفيش جندي يقدر يقف قدامه. لكن الغرور بتاعه كان هو العدو الأول ليه. في معركة شرسة كان كريتوس على وشك انه يموت، جيوشه بتنهار واعدائه محوطينه من كل اتجاه. وهنا صرخ للسما وقال: اريس ساعدني، هكون خدامك للابد. وفعلا اريس ظهر وساعد كريتوس، لكن التمن كان اكبر بكتير من اللي كريتوس متوقعه. كريتوس حرفيا بقى عبد الاريس، حرفيا بقى يستخدمه في كل الحروب اللي كان بيخوضها، واداله بليدز اوف كيوس. ده اول سلاح كريتوس كان مسكه من حاكم، ومع كل ضربة بالسلاح ده حتة من روحه بتروح. كريتوس فضل يحارب ويدمر بلاد ويقتل الأبرياء باسم آريس، لحد ما في يوم آريس أمره إن هو يهجم على معبد صغير واللي فيه مراته وبنته. كريتوس دخل المعبد، وبسبب إن غضبه عماه ما شافش إن هو كان قتل بنته ومراته. آريس حرفيا خد منه كل حاجة. ده كله ليه؟ علشان بس يعملوا محارب مثالي. بس في اللحظة دي اللي ما يعرفوش آريس إن كريتوس اتكسر. بعد الكارثة كريتوس بدأ يشوف كوابيس لمراته وبنته مش بتمشي من دماغه. راح للحكام وطلب منهم إن هم يحرروه من الكوابيس دي، لكن ردهم ان هو لو عايز يتحرر من الكوابيس دي لازم يكفر عن كل ذنوبه. ومن هنا بدأت رحلة كريتوس الحقيقية، مش بس عايز ينتقم من آريس، لا، عايز يتحرر من اللعنة، من الجنون، من الفوضى اللي في قلبه. واثناء ما ده بيحصل ظهرت قوة جديدة اقوى من الحكام ذات نفسهم، اسمها الفيوريز. باختصار شديد يا جماعة، الناس دي شغلتها ان اي حد بيكسر قسم او وعده مثلا لاي حاكم من الحكام، المفروض الفيوريز دول بيعاقبوه. وعلشان كريتوس كسر قسمه لآريس حبسوه وعذبوه. لكن برغم ده كله كريتوس كان هدفه الأول والأخير الانتقام، علشان كده ما كانش همه أي حاجة تحصل له. وبالفعل كريتوس هرب منهم وبدأ يقتل فيهم واحدة واحدة، مش بس ينتقم، بيسترد إنسانيته اللي ضاعت بسببهم. كريتوس نجح إن هو يقتل الفيوريس، بس برغم كده كوابيس لسه بتجيله، اللعنة لسه جواه. ومن هنا فهم إن طريقه لسه طويل جدا، وإن كل خطوة قدامه مليانة دم وألم وانتقام. وبعديها بفترة كريتوس في يوم من الأيام كان في البحر، وفجأة اتلاقى الشمس اختفت. فالحكام نادوه وقالوا له ان هيليوس حاكم الشمس اختفى، ولو ما رجعش العالم كله هيخش في ظلام ابدي وفوضى عارمة. فبعد ما اقنعوا كريتوس فعلا قال لهم ان هو هيرجعه. ورحلته بدأت من مدينة اتيكا اللي كانت في فوضى عارمة ودمار وحروب ودنيا تانية خالص. دخل كريتوس وقاتل من غير رحمة، وبيخلص على الوحوش واحد واحد، وبيحاول يوصل للحقيقة، فين هيليوس.
بعد فترة من بحث كريتوس وصل للعالم السفلي. هناك اتقابل مع بيرسيفون وهي ملكة العالم السفلي ومرات هيديس، والملكة عرضت عليه عرض مغري جدا ان هي تنسيه كوابيسه وراحة ابدية ولم الشمل مع بنته. كريتوس وافق، ساب اسلحته وراح للعالم الروحي، شاف في بنته ضمها وحس اخيرا بالسلام. لكن الحقيقة كانت خدعة. الملكة في الحقيقة كانت بتستخدم كريتوس علشان تكسر سلاسل العملاق أطلس اللي محبوس بيشيل السما على كتفه، وهدفها تدمير العالم وتنتقم من الحكام وتغرق الكل في الظلام. كريتوس لما فهم اتكسر من جواه تاني، ده بسبب ان هو قام من الحلم اللي كان بيحلمه وكان مرتاح فيه جدا. وتوجه كريتوس بعدها للملكة وحصل بينهم قتال عنيف جدا. طبعا الملكة كانت قوية جدا لكن كريتوس بالاصل هو الاقوى دائما. كريتوس حرفيا ضحى بكل حاجة علشان ينقذ العالم من الدمار. في الاخر كريتوس فعلا كسب الملكة ورجع اطلس ان هو يشيل السما من تاني. بس السؤال هنا، هل كريتوس كسب حاجة من اللي عمله ده كله؟ الحقيقة لا، ولا ان هو رجع عيلته، ولا ان هو الكوابيس اللي كانت بتجيله راحت، ولا الراحة الابدية اللي الحكام كانوا بيوعدوه بيها. وطبعا زي ما احنا عارفين الحكام ظهروا لكريتوس وشكروه على كل حاجة لكن ما ادهوش حاجة في الاخر. كريتوس رجع البحر وخاض مغامرات تانية كتير، وبعد سنين من القتال والعذاب والكوابيس كريتوس قرر انه مش هيستنى غفران الحكام، لا هو هيصنع غفرانه بنفسه بإيده. كوابيس بقت بتزيد، صورة مراته وبنته في كل مكان بتصرخ في دماغه ليل ونهار. هو خلاص فقد أعصابه، فقد إنسانيته، مفيش قدامه غير حل واحد بس، إن هو ينتقم من اللي كان السبب في المواضيع دي كلها، إيريس. بعد ما قرر كده الحكام ولأول مرة قرروا إن هم يساعدوه لأن إيريس خرج عن السيطرة، وطلبوا منه إن هو يلاقي صندوق بندورا، الصندوق الأسطوري اللي جواه قوة تقدر تهزم حتى حاكم. المشكلة هنا إن الصندوق موجود في معبد على ظهر عملاق من أعظم العمالقة عندهم يعني في القصص اسمه كرونوس. ولك أن تتخيل إن العملاق ده قاعد في وسط الصحراء، وبعد رحلة مميتة كريتوس خاضها وصل فعلا لكرونوس واخد الصندوق وقرر يرجع بيه لأثينا. بس إيريس وهو في أوليمب شاف اللي بيحصل وعمل حاجة مش متوقعة، وجه عليه رمح عملاق اخترق جسده وكريتوس بقى في العالم السفلي. بس هل دي هي هتبقى نهاية كريتوس؟ هنشوف. كريتوس بقى في العالم السفلي لكن بقوة إرادته والغضب اللي دايما في كريتوس قدر يخرج فعلا من العالم السفلي وفتح صندوق بندورا، وبقى عنده قوة ممكن تواجه الحكام بيها. بعدها كريتوس وصل لإيريس. المعركة دي حرفيا كان العالم كله بيتفرج عليها. إيريس استخدم كل قوته، حتى جاب كوابيس كريتوس وصور عيلته علشان يضعفوا، بس كريتوس ما استسلمش. وفي اللحظة الحاسمة استخدم كريتوس سيف الحكام اللي أثينا بعتتهوله، وساعتها كريتوس حرفيا قسم إيريس نصين ودمر أسطورة حاكم الحرب، وبقى هو يعتبر حاكم الحرب لأنه قتل إيريس. بعدها كريتوس وقف على قمة جبل أوليمب وقال خلاص فين راحتي، فين نسياني؟ والحكام قالوله أسفين يا كريتوس، الكوابيس دي مش احنا اللي بنبعتها لك، دي من جواك. كريتوس اتكسر تاني ومفيش راحة، مفيش خلاص، فقرر يرمي نفسه من فوق أعلى جبل في اليونان. لكن وهو بيقع حد أنقذه. أثينا ظهرت وقالت له قدرتك، قوتك وعذابك خلاك تستحق مكانة جديدة. وفجأة لقى نفسه على عرش آريس. بقى كريتوس
حاكم الحرب بعد آريس. دي كانت نهاية القصة بتاعتنا النهاردة. طبعا ليها تكملة كبيرة قوي، انا لسه اعتبر في اول جزء في القصة. لو عجبكم المحتوى ده يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. ان شاء الله الحلقة الجاية هتبقى قريبة جدا. يلا بيس.